اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا كده مع بعض نشوف احنا عملنا ايه. عملنا المصابيط، أكلة سعودية جميلة جدا. هعملها مع تكات الصحة، وكمان يعني تبقى صحية، وكمان بتركات المصريين. يلا بينا، جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه السكر الدايت 4 بواكي، نزلت عليهم بمج ونص حليب. جبت عندي بقى بيضتين وحطيتهم، هي ما بيحطوش فيها بيض، احنا اللي هنحط بيض. جبت هنا ده الدقيق الاسمر اللي هو البر، ونحطه في قلب ايه، نضرب الاول اللي في الخلاط، نضربه ضرب كويس، ونحط بقى على الدقيق الاسمر نحط الباكنج باودر وذرة ملح ما تنسوش. وده هنمسكه ونضربه كده ضرب مبرح. وبعدين حطيت عليه شوية الفانيليا، وبعدين دلوقتي بحط عليه معلقة زيت كبيرة سرسوب. بصوا الطريقة دي هتخليه جميل جدا، طورناه وخليناه رهيب. ونبدأ بقى ننزل بالدقيق كامل الحبة ومحطوط عليه باكنج باودر كامل الحبة، اللي هو الدقيق الأسمر في مصر، هنا دقيق البر. خلاص كده عملناه وضربناه وسبناه شوية سيكة كده بتاع 5 دقايق. وبعدين تبدأي تحطيه، بصوا لا تتخيلوا ريحته عاملة ازاي. دلعناه وعملناه وطلع عندنا رهيب. يلا بصي، حطي واحدة ورا واحدة ورا واحدة لغاية ما تخلصي ايه الكمية. طعمه وريحته لا تتخيلوها، رهيبة جدا جدا. خلاص كده خلصناه. بالعسل الابيض نحط عليه عسل ابيض، ويا سلام كمان بقى لو عندك سمنة فلاحي سخني شوية كده ورشيهم، حاجات تديكي باور وطاقة وتستحملي برد الشتاء، وتخلي جسمك كده قوي في البرد. رهيبة جدا، طعمها رهيب وريحتها جميلة جدا. جربوا طريقتي انا، المصابيب من الايد المصرية اللي عايشة في السعودية، طريقتها جميلة جدا رهيبة وطعمها حكاية.